حسب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فإن محاولة إتلاف السمك عبر شاحنة للنفايات كان فيها خرق للقانون من مسؤولين إداريين في مدينة الحسيمة، ما أدى إلى الحدث الأليم أي مقتل بائع السمك مهروسا. ونفت الهيئة استعمال عبارة ادهس أمه التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. هناك شطط في استعمال السلطة من طرف بعض المسؤولين، وعلى رأسهم مندوبية الصيد البحري بمدينة الحسيمة، وكذلك مكتب مديرية الميناء الحسيمة التابع للوكالة الوطنية للموانئ. ميناء الحسيمة يعرف فوضى عارمة لا من الناحية الإدارية أو التنظيمية أو القانونية. وفي تحقيقه في مقتل بائع السمك وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستقل عن الحكومة أصابع الاتهام إلى ميناء صيد السمك وإلى ظروف عيش الشباب في الحسيمة. الحدث وقع داخل فضاء اللي هو فضاء الميناء، وبالتالي لا بد من تفكيك كل العناصر المكونة لهذا الميناء وما ينتجه طبعا من علاقات بين الجميع. قطاع ديال الصيد البحري في الحسيمة هو القطاع الأول، لا على مستوى التشغيل ولا على مستوى الإنتاج. التظاهر السلمي جيد، نقول جيد لأنه كيشوف كيبين بأن الآن مواطنات والمواطنين في المستوى. في الحسيمة المسيرة الكبرى اللي كانت نهار الجمعة، هذا مهم جدا. بيّنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للعربية أن سمك الراحل محسن فكري كان قرابة 1.5 طن من السمك، قيمته المالية قرابة 6500 دولار أمريكي، ومصدره صغار الصيادين، وهذا السمك لم يلقى به بتاتا في شاحنة النفايات. وسط تأكيدات من الرباط أن التحقيقات القضائية متواصلة لمعرفة الحقيقة في مقتل محسن فكري بائع السمك في مدينة الحسيمة، الرأي العام المغربي من جهته يتابع باهتمام كبير هذه القضية. عادل الزبيري، الحدث، الرباط.